ما ينفعش يبقى في وصفة للجلاش وانا ما جربهاش. تعالوا نعمل مع بعض فطيرة حلوة جدا طعمها في منتهى الجمال. عايزة اقولك بتتباع في المحلات الكبيرة بتاعة الحلواني، غالية جدا جدا. هنكلفها في البيت بنص كيلو جلاش بس، وهتطلع معاكي احلى حلو ممكن تعمليه، بجد تحفة. هنعمل مع بعض النهاردة فطيرة ستو كريمة. عايزة اقولك تقدري تسميها فطيرة ستو كريمة، فطيرة احمد امين، فطيرة الجلاش، حاجة كده بجد اختراع. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، نص كيلو جلاش عملت 6 فطاير ستو كريمة. عايزة اقولك لو بتجيبيها من بره هتجيبي الواحدة ب50 جنيه، يعني بالظبط الست اوف عليكي ب300 جنيه. انا عملتهم حوالي 20 جنيه من نص كيلو جلاش، وطلعوا بجد تحفة وفي منتهى الجمال. يلا نبدأ بسم الله ونشوف بدأنا وصفتنا ازاي. اول حاجة اجيب عندي لتر من الحليب، اضيف عليه معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الكاسترد، معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقتين كبار من السكر. وعايزه اقولك اللبن البودر هنا بيعزز الطعم جدا، ولو عندك معلقتين كبار من الكريم شانتيه هيبقى حاجه بجد تحفه. الكريمه دي بتبقى غنيه جدا وطعمها بجد بيبقى في منتهى الجمال. عايزه اقولك بسم الله ما شاء الله بجد خطيره. بعد ما رفعتها على النار كده، وطبعا دوبتهم على البارد الاول واتاكدت ان كل الخليط بتاعي ده، هضيف معلقتين كبار من القشطه البلدي لو متوفر عندك، وطبعا افضلي قلبي لحد ما القوام يتقل في ايدك بالشكل القمر ده. وبعد كده ضيفي عليه نقطتين من الفانيليا. شايفين القوام تقيل جدا جدا. عايزه اقولك ألذ واطعم كريمه بجد ممكن تحشي بيها الحلويات. زي ما انتوا شايفين طبعا ايدي فيه عشان ما تكتلش. في الوقت ده بقى اول ما الاقيه بيعمل فقاعات بالشكل ده كده وغلي معايا بالمنظر ده، اعرف ان هو خلاص كده تمام استوى. هفضيه بقى في بوله واسيبه يبرد تماما. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه قوام الكريمه ناعم جدا. عايزه اقول لكم بجد الكريمه دي طعمها بيبقى غني جدا وبجد بيبقى تحفه. بعد كده بقى اغطيها بكيس بلاستيك بالشكل ده كده، واضغط عليه بالشكل ده عشان طبعا انا مش عايزاه يعمل قشره، واخده بقى على التلاجة. تعالوا بينا بقى نجهز للخطوه التانية، وهي السيرب بتاع الفطيره بتاعتنا. هضيف كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين من الميه، هنزل عليهم بنص عصرة ليمونة، واسيب نص الليمونة كده زي ما انتوا شايفين اهو. هرفعه على النار يغلي 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق اول ما الاقيها غليت بالشكل ده كده خلاص، هضيف عليها نقطتين كبار من الفانيليا. وعايزه اقولك لو عندك موارد اللي هو روح الورد بجد بيخلي ريحه وطعم السيرب على الفطيره بجد ما بيفرقش حاجه عن الجاهز. بعد ما يغلي بالشكل ده كده كمان 5 دقايق هشيله بقى من على النار يبرد تماما. تعالوا بينا بقى نجهز للكريم شانتيه بتاعنا. هجيب كوبايه من الكريم شانتيه المحلى، عليهم كوبايه وربع من الحليب الساقع المثلج بالشكل ده كده، لازم يكون مثلج. بعد كده اضيف عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر. لو ما عندكيش لبن بودر تقدري تضيفي كريم شانتيه بالشكل ده كده، بيخلي الكريمه طبعا غنيه وبيخليها طعمها يعني كويس جدا جدا. تحبي تاكليها كده يعني زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى اخفق الكريمه بالشكل القمر ده كده زي ما انتوا شايفين 5 دقايق، وكانت بسم الله ما شاء الله طالعه في منتهى الجمال كده. شايفين متماسكه قد ايه بجد تحفه، بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. تعالوا بينا بقى نجهز يلا الفطاير بتاعتنا. هجيب عندي هنا كوبايه من الزيت على السمنه، سخنتهم بالشكل ده كده على النار. وبعد كده بقى هجيب الصاج اللي انا هحط فيه الفطاير بتاعتنا، وهدهن بيه برضو نفس الخليط بالشكل القمر ده كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهو. انا عندي هنا لفتين جلاش، ده حوالي يعني كيلو الا ربع، لان طبعا اللفه مش نص كيلو بالظبط، فانا استخدمت لفه واحده بس زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله انا بحب الجلاش ده جدا بصراحه، بستخدمه على طول، يعني نوع كويس جدا جدا. يعني تجيبي نص كيلو جلاش هيبقى كويس معاكي جدا. هنا بقى كنت طلعت الكريمه بتاعتي من التلاجة زي ما انتوا شايفين. انا حباها كده يعني هي تبقى جامده ومتماسكه بالشكل القمر ده كده. وطبعا هجيب بقى خليط السمنه على الزيت بالشكل ده كده، وابتدي اخد ورقه من الجلاش هدينا كويس جدا جدا. عايزه اقولك انا هاخد 4 طبقات من الجلاش، حطيت طبقه ودهنت التانية، وادي كمان التالتة هدهنها بالشكل ده كده. وطبعا انا بدهن بين كل ورقه والتانية علشان اورق الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو. هاجي بقى عند رابع ورقه، ودي اهم ورقه طبعا عشان دي اللي هتشيل الحشوه بتاعتنا، مش هدهنها ولا اي حاجه خالص. هاخد بقى كميه الحشوه اللي انتوا عايزينها كده زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده كده. عايز احط كتير براحتك، عايز احط قليل براحتك. لازم بقى اقفل على الجلاش بالشكل ده كده علشان اضمن ان الحشوه بتاعتي اثناء السوا ما تخرجش بره. هبتدي بقى كده اقفل الجلاش بتاعي الفطيره بالشكل ده كده ظرف زي ما انتوا شايفينه. طبعا بين كل طبقه والتانية هديها دهنه كده من السمنه على الزيت علشان طبعا يورق معايا زي ما انتوا شايفينه. هنا كانت خلاص بسم الله ما شاء الله خلصت اول فطيره. عايزه اقول لكم سهله جدا جدا مفيش فيها اي صعوبه. تعالوا نعمل واحده تانية مع بعض. زي ما انتوا شايفين جبت ورقه من الجلاش ودهنتها بالشكل ده كده اهو، سمنه على زيت زي ما انتوا شايفين اهو. عايز تدهني كل ورقتين مفيش اي مشكله، عايز تدهني ورق ورق مفيش اي مشكله عادي. المهم لازم تورقي بين الطبقات وبعضها علشان الجلاش بيطلع مورقه معاكي وما تفرقش حاجه عن اللي احنا بنروح نشتريها بحوالي 50 60 جنيه. وعايزه اقول لك بسم الله ما شاء الله انا عامله فطيره كبيره، يعني بسم الله ما شاء الله بجد تحفه. هنا جبت بقى زي ما انتوا شايفين 4 ورقات من الجلاش، دهنت 3 بالشكل القمر ده كده زي ما انتوا
شايفين اهو، مفيش اسهل ولا اجمل من كده. عايزه اقول لكم بجد ما اخدتش والله العظيم وقت خالص وكانت خلصانه. جيت بقى على الورقه الرابعه، وزي ما قلت لكم دي اللي هتشيل الحشوه بتاعتنا. عايزه تكتري براحتك، عايزه تقللي براحتك، بس كل ما تكون الحشوه كتيره بجد بيبقى طعمها جميل جدا جدا. حطي ما تستخسريش. زي ما انتوا شايفين اهو، فردت الحشوه بقى اللي انت عايزاه. ويا سلام لو عندك بقى فول سوداني مجروش او عندك زبيب او جوز الهند، بجد بيبقى طعمها جميل جدا جدا. شايفين؟ هنا بقى هبتدي اقفل على الحشوه ظرف اهو، زي ما انتوا شايفين من اليمين والشمال بالشكل ده كده، علشان زي ما قلت لكم اتاكد ان الحشوه ما خرجتش بره الجلاش بتاعي. هبتدي بقى كده اقفلها، وبين كل طبقه والتانيه وانت بتقفلي لازم تورقي طبعا بالشكل ده كده دهنه كويسه جدا من السمنه. شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين مفيش اسهل ولا اجمل من كده. بعد ما قفلتها ظرف بقى بالشكل القمر ده كده، هاخدها بقى على الصاج بتاعي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم بجد واو، ما اخدش مني وقت خالص، وكانت النص كيلو جلاش عمل لي 6 فطاير بالشكل القمر ده كده. وعايزه اقول لك الفطيره كبيره ومحمله، ما هي صغيره ولا حاجه، يعني انت بتجيبيها اصلا صغيره مش بالحجم ده خالص. زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما رصيتها في السجان بقى بالشكل القمر ده كده، لازم تدهني وشها طبعا بالسمنه اساسي، عشان طبعا تدينا لون كويس جدا جدا. زي ما انتوا شايفين اهو، وديناها كويس جدا جدا وما تستخسريش بالشكل القمر ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وطبعا اختاري نوع سمنه يكون كويس جدا علشان بيفرق في الطعم اكيد. بعد كده بقى ادخله الفرن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني، ياخد لون من تحت. اول ما تلاقيه احمر من تحت، هتقومي مشغله له الشوايه حوالي 5 دقايق، ياخد لون من فوق بالشكل القمر ده، ويطلع معاكي بسم الله ما شاء الله احلى فطاير ممكن تعمليها بجد. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا طلعتها من الفرن، ما سقيتهاش بالسيرب على طول. هنا السيرب كان عندي برد بالشكل القمر ده كده. سبت السيرب يبرد، وطبعا سبت الجلاش بتاعي يهدى شويه من السخونيه، علشان اول ما احط عليه السيرب هو سخن ما يطرش على طول ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين هو ولا يعجن مني. بعد كده بقى حطيت الكريم شانتيه بتاعي في كيس حلواني، وابتديت بقى ازين كده على الفطاير بتاعتي بالشكل القمر ده. وطبعا كان عندي منجايه بقى، طلعتها كده قطعتها ودلعت ولادي، وعملت بقى احلى فطاير ست كريمه بالمانجا بالشكل القمر ده كده. طبعا الطعم والحشو ده بتاعك انتي، لو عندك فراوله هتبقى طعمها في منتهى الجمال، لو عندك موز هيبقى طعمها حلو جدا جدا. هنا انا جبت كيس بوريو زي ما انتوا شايفينه، كسرته وحطيته على وش الفطاير بتاعتنا كده، اصبحت عندي فطاير ست كريمه بالاوريو. ويا سلام بقى لو عندك شويه مكسرات. انا بصراحه كان عندي زبيب، وحطيت زبيب على جوز الهند بالشكل ده كده. تقدري طبعا تعملي الاطعمه اللي انت حباها واللي انت عايزاه، يعني انا عملت بالفواكه وبالبوريو وبالشوكولاته وبالزبيب بالشكل القمر ده كده. طبعا كان عندي صوص شوكولاته، انا ما كانش عندي فراوله بصراحه، بس بحب ميكس قوي الفراوله مع المانجا بالشكل ده كده. حطيت شويه من صوص الفراوله على المانجا بالشكل ده كده، وطبعا شويه من صوص الشوكولاته على الاوريو، اصبح عندي احلى واجمل ستو كريمه بالاوريو، وستو كريمه بالمانجا، وستو كريمه بالزبيب. حاجه بجد بسم الله ما شاء الله تحفه. لو زي ما قلت لك باقل التكلفه، يعني باي حاجه تقدري تسيبيها ساده لو ما عندكيش فواكه او اي حاجه من دي خالص. انا عملتها لك بابسط حاجه خالص زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله بجد طلعت في منتهى الجمال، ولادي حبوها جدا، ما تفرقش حاجه عن الجاهزه، وكانت بجد طعمها في منتهى الجمال. شايفين الجمال والحلاوه زي ما انتم شايفينها، بسم الله ما شاء الله. اعمليها لاولادك وفرحيهم. عايزه اقول لك انا وفرت حوالي 400 جنيه زي ما انتم شايفين كده. وجبت يعني بابسط حاجه خالص لف الجلاش ب 15 جنيه. والتزيين ده طبعا بتاعك انت، تقدري تحطي عليه سكر بودره لو مش متوفر عندك اي حاجه من دي خالص. يعني انا زينتها بابسط حاجه خالص عشان ما صعبش عليكي الامور زي ما انتم شايفين اهو. وكانت طالعه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين انا قطعتها بالشكل القمر ده كده. عايزه اقول لكم بجد ما كنتش قادره اقاوم، شكلها بجد كان تحفه جدا جدا ومشرف. تقدري تعمليها لو جالك ضيف على فجاه، مش تاخد منك وقت خالص. وده كان الفيديو بتاعنا، وطبعا لو عجبكم ادعمونا الفيديو بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.